الأنبا أوغاصن كان معترض على الكلام اللي في البوست، واللي بيقول إن فكرة سورة مريم وهي بترضع ابنها الإله متأثرة بفكرة إيزيس وهي بترضع حورس الإله، فرد رد غريب جدا. الادعاء بأن تقديس مريم العذراء وصورتها مع ابنها المسيح طفل بين ذراعيها بأنها مستوحاة من الإله إيزيس وابنها المدلل حورس هو ادعاء كاذب، ولا توجد أوجه مقارنة بينهم. ألف مريم العذراء حبلت بالسيد المسيح وولدته دون زرع بشر، وذلك بواسطة الروح القدس على أمه العذراء. يعني يا فندم أنت مش شايف أي وجه مقارنة؟ يعني احنا بنتكلم ان في تشابه في الاعتقاد، اله بيرضع هنا واله بيرضع هنا برضه. مريم ترضع ابنها زي إيزيس بالظبط، والاتنين آلهة، حورس إله ويسوع إله. وبعدين الكلام ده واللي منقول من عالم مصريات قديم، قالوا واحد من أهم علماء الكنيسة الأرثوذكسية وقال بالحرف كده إن الصورتين نسخة طبق الأصل، وهو الأنبا يوحنس أسقف الغربية. وللعلم كان بيدرس في الكلية الكليريكية تاريخ الكنيسة. يعني بص، جايب لك واحد تخصصه بيقول إن الصورتين طبق الأصل. نشوف. لأن إيزيس وابنها حورس تقرب إليه الأمومة العذراء مريم للطفل يسوع. ولا نعد الحقيقة إذا قلنا إن التصوير القديم القبطي لمريم العذراء ليس سوى نسخة طبق الأصل لإيزيس وهي ترضع طفلها حورس. وغدت هذه من ملامح فن الإيقونات القبطية. يعني هو أنا بصراحة سؤالي دلوقتي، يعني هو لما يقول إن صورة مريم بترضع يسوع طبق الأصل من إيزيس وهي بترضع حورس، يبقى قديس ومثلث الرحمات والله كلامه جميل قوي سيدنا الأنبا يوحنس ده. ولما أنا أقولها يبقى ادعاء كاذب وأنا كده وحش؟ هل الأنبا يوحنس هو كمان كذاب يا فندم؟ هل الأنبا يوحنس بيزعم أكاذيب ضد المسيحية هو كمان؟ من ضمن الحاجات اللي قال عليها الأنبا أوغاصن هو بيفرق ما بين إيزيس ومريم، قال إن الوثنية فيها تزاوج ما بين أوزوريس وإيزيس، لكن المسيحية ما فيهاش كده. وراح قايل جملة كده لطشها في الآخر، بس إحنا مركزين بفضل الله. قال جسداني أو جسداني أو بالجسد. تفتكروا ليه قال الكلمة دي؟ ليه قال بالجسد؟ وأكد عليها. تعالوا نسمع بس الأول الفيديو. الاختلافات الجوهرية بين التثليث المسيحي والتثليث الوثني وأن التثليث المسيحي لا يوجد فيه تزاوج أو تناسل جسداني إطلاقا، أما التثليث الوثني تم بتزاوج وتناسل، وذلك بأن أوزيريس تزوج بإيزيس وأنجب ابنه حورس. ببساطة يا جماعة، المسيحية تؤمن أن الله زوج مريم بالفعل، فهي في تصورهم عروس الله أو عروس الرب. بابا الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة وصف مريم بالعروس الحقيقية لرب المجد في كتابه السيدة العذراء. عشان كده الأنبا أوغاصن نفى الزواج الجسدي، بل وتفاسير مسيحية بتقول إن نشيد الإنشاد كان بيتكلم عن مريم، في حين إن القرآن الكريم لم يتحدث عن الزواج بالجسد. الله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه الصاحبة بس، والصاحبة بقى بتشمل الزيجة والكلام ده كله. القديسة مارجريت كانت بتقول السلام عليك يا مريم زوجة الله الروح القدس. المسيحي أديب مصلح بيصف مريم بعروس الروح القدس الله في إيمانهم، يعني في كتابه أم الله أمنا. الخوري أنطون الدويهي بيصف مريم بعروس الروح القدس وابنة الآب في كتابه مريم في الأناجيل.